ماما تخلّت عليَّ فاش كان عندي 5 سنين، أجي نعاود لكم القصة الكاملة. أنا مريم، ماما وبابا طلقوا فاش كان عندي عامين، وبحكم الحضانة غادي تحكم الأم لأنني رضيعة، تحكمت الأم ديالي، عشت معاها 3 سنين حتى درت 5 سنين. فاش درت 5 سنين تقدم ليها واحد السيد عايش برا، تزوجات بيه وعيطات للأب ديالي وقالت ليه بلي غادي تنازل ليا على الحضانة، يعني غادي تخلي لي الحضانة ليا. وأصلًا كاين واحد المادة في القانون المغربي باللي الزوجة فاش كتزوج الزوج يحق ليه المطالبة بالحضانة. المهم هُما ما وصلوش للمحكمة، هي تنازلت ليه بالإرادة ديالها وقالت ليه غتبقي تجي تزورني مرة فاش تجي للمغرب. في الأول بقيت عايشة مع الأب ديالي، تزوج، الزوجة ديالو كانت كتعامل معايا الصراحة مزيان، يعني كتعاملني بحال بنتها، وفاش ولدات واخا هكاك بقات كتعاملني مزيان، يعني ما كانتش كدير الفرق بيني وبين خوتي اللي هما ولادها، يعني أنا خوتي غير من الأب ديالي. الأم ديالي في العام الأول فاش جات للمغرب جات شافني وجابت ليا الكادوات، ولكن ما بركتش معايا زعما بزاف، غير شوية جات وشافتني. وخاصكم تعرفوا بلي أن العلاقة ديال الأب ديالي وعائلتها ماشي علاقة مزيانة كاع، أنهم ما كانوش باغينه من النهار الأول، وفاش طلقوا زادو كرهوه كتر، يعني ما كيتحاملوش وما كيداووش كيتماشاوش عند بعضياتهم. صافي مشات الوقت وجات ومشات هي ولات كتجي للمغرب ومبقاتش كتجي تشوفني كاع، صافي مشات سنين وأنا كبرت ودرت ولكن كبرت ودارت عقلي وكانت عندي واحد العقدة، هي علاش كنقول لراسي واش أنا اللي فيا المشكل، علاش ما كتجيش تشوفني. ولكن مع الوقت وأنا كنزيد نكبر وأنا كنزيد نكرهها، وبالنسبة ليا بلي ماما هي زوجة الأب ديالي، أما ماما الحقيقية بلي راها تخلات عليا، صافي ما بقات سولات فيا، صافي حتى أنا نسيتها ومحيتها من بالي، عشت حياتي كبرت. جا الوقت تقدم ليا واحد ولد الناس تزوجت، بقيت الحياة غاداها ستابل يعني مستقرة، رغم أن شوفوا راه أي واحد عنده مشاكل، عندي مشاكل أيه ولكن كنضارب مع الوقت. الزوجة ديال الأب ديالي هي الأم ديالي، عائلتها كنعتبرهم هُما جدودي ديال بصح، صافي حتى الأب ديالي علاقتي معاه مزيانة، خوتي علاقتي معاهم مزيانة. المهم عايشة بعيدة شوية على دارنا ولكن كنجي عندهم مرة. واحد النهار هو اتصل بيا الأب ديالي قال لي راه بغيت نهضر معاك وماشي هضرة عادية، يعني خاصك ضروري تجي للدار باش نهضروا. مشيت عندو الدار وقال لي بلي الأم ديالي دخلت للمغرب وهي عندها مرض السرطان وبغات تشوفني. قلت ليه لا، أنا ما بغيتش نشوفها وما بغيتش نتلاقى معاها. فعلًا خديت هاد القرار لأن من بعد ما دازو أعوام، حيت واحد المرة مشيت وقلبت على دارهم هُما قالوا لي لا راه ما بقاتش كتجي وصافي خليها عايشة حياتها، اش بغيتي بها راهي زادو عندها ولاد أخرين، أنتِ صافي عيشي مع الأب ديالك ومراته ونسيها هي عايشة مزيان شنو بغيتيها، باغا تخربقيها وتخربقي ليها حياتها. صافي من داك النهار ما بقيت سولت فيها. وصافي من بعد هاد المدة وهي منين جات سولات فيا وقالت لك حيت عندها مرض السرطان وبغات تشوفني لأنها بغات تريح ضميرها، أنا ضميري ما مرتاحش، ما بغيتش نشوفها، ما بغيتش نتلاقى معاها، ما بغيتش نتلاقى مع ولادها، ما بغيتش نتلاقى مع راجلها كاع. صافي مشيت، داز الوقت شحال ودائمًا كيجوني الناس، كيجوني ميساجات يعني كيعيطوا ليا جي شوفيها ما تعرفي تموت، ما تعرفي هادي، وهادي راه حال الدنيا، عياو فيا ووالو. حتى لواحد النهار وصلني الخبر ديال أن راجلها توفى وهي جات للمغرب باش تحضر يديرو داك الشي ديال الجنازة وهداك الشي، المهم هي كانت مضاربة مع لأن كان عندها سرطان الثدي، مضاربة مع المرض ديالها وصافي. ولكن ما عطيتش الأمر اهتمام، ما دارتش، حتى واحد النهار كيدق عليا شي واحد في الدار، معاه كنحل كنلقى واحد السيدة، سمحي لي شكون؟ قالت لي واش فلانة؟ قلت لها أيه هي هاذيك، قالت لي أنا راه فلانة، سديت عليها الباب لأن بقات كطوق وكتغوت والجيران، صافي حليت دخلتها. قال لي راه أنا بغيت غير نتسامح معاك وبغيت غير نتلاقى معاك ونشوفك كيف وليتي، بغيتك تلاقاي مع خوتك تعرفيهم. قلت له هادوك ولادك ماشي خوتي أنا، وأنا نهار اللي تخليتي عليا ومشيتي عشتي حياتك برا صافي نسيني، حتى أنا راه ما غنسمحش. قالت لي لا وبغيتي تسامحي ليا وأنا راه مريضة وهاد ظروفي وراه راجل يلاه مات وأنا عندي هاد المرض فلان فلاني بقات كطنطن عليا. قلت لها شوفي ما تحشميني ما نحشمك، دخلتك هضرتي قلتي داك الشي اللي باغا. قالت لي إيه. قلت لها صافي الله يعاوني ويعاونك، أنا كانت عندي شي راه ماتت فاش كنت عندي 6 سنين، فاش جيتِ وشفتيني ومن بعد ما بقيتيش رجعتِ أنا قتلتك، عندي وحدة هي فلانة. قالت لي وراه كتبقى غير مرت باك قلت لها لا، قلت
فيها كاين فرق، راه ماشي الأم دائمًا هي اللي كتولد، راه هي اللي كتربي، ديك السيدة تسهرات معايا فاش كنت مريضة، فاش كنت كندوز امتحانات كانت كتمرض قبل ما نمرض، كانت كتسهر معايا، كتسهر على راحتي، حتى ولديتها مرض كتمرض وكتعيط ليا وتعيط، 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 أنتِ أشنو درتِ أشنو راك سميتها غير أم، أنتِ فعلًا حملتِ بيا واحد 9 شهور وولدتينا، الله يخلف عليك، الله يجازيك، كاين ما درتِ معايا حتى حاجة أخرى، صافي أنا ما كنعرفكش وأنتِ ما كتعرفينيش وعلاقتنا سلاسة. قالت لي: "ما غيأنبكش ضميرك، كتشري على أمك." قلت لها: "ما غيأنبنيش ضميري، أنتِ اللي سديتِ هاد العلاقة." إيوا من داك النهار ما عاودتش شفتها واخا كيجوني الناس كيقولوا لي زعما تسامحي مع أمك وهذا، بعض المرات كيجيني تأنيب الضمير كيقول ليا زعما شنو غندير معايا في هاد الدنيا، تقدر هي تموت قبل مني ولا نقدر نموت أنا قبل منها، ولكن راه ما قدرتش، حطوا راسكم في بلاصتي وشنو غادي ديروا، واش غتهضروا معاها واش غتسمحوا ليها، إنه فعلًا فاش كتعرفي راسك راك عندك أم ولكن ما باغاش تشوفك وما كتزوجش فيك وعايشة حياتها مزيان ولات ولاد آخرين وما باغاش كاع تتعرف عليك حتى وصل واحد الوقت عرفت راسها مريضة عاد بغات تتعرف عليك، هذه حوايج اللي هرسوني. تهرست في الطفولة، تهرست في المراهقة، وما بغيتش نتهرس دابا، نزيد نتهرس كتر، بغيت نبقى دائمًا ناسيها ولكن كيأنبني ضميري كيقول ليا لا وخصك تسامحيها ورا أمك، كون كنتو بلاصتي شنو ديرو؟ المهم صاحب القصة كتقول لكم خليو ليا آراءكم لتحت ونصحوني كنتو بلاصتي شنو ديرو، نتلاقاو في فيديو جديدة وقصة جديدة ودمتم في رعاية الله، يالّا السلام عليكم.